ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى اقولك ازاي تعملي كشري الحله الواحده، طعمه احلى من المحلات بكتير ويطلع معاكي بالجمال ده، والبصل مقرمش وهش لاخر قطعه فيه، وازاي يطلع معاكي مفلفل الكشري كده كل حبه لوحدها. طبعا عملت معاكم قبل كده الكشري المحلات، سيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. اول حاجه كوبايه من الحمص وكوبايه من العدس، نقعتهم من بالليل بعد ما غسلتهم كويس طبعا. بعد كده عندي حله فيها ميه بتغلي على النار، هنضيف فيها فص من الثوم والحمص، معلقة صغيرة من الملح ورشة من الكمون، ونسيبه يستوي على جنب. بعد كده البصل اللي احنا هنستخدم الزيت بتاعه في كل حاجة، اي كمية بصل بقى انت هتستخدميها، وسواء ابيض ولا احمر مش هتفرق، بس الابيض بيكون مسكر اكتر وجميل اكتر في الكشري، بيديني لون فاتح كده، مش زي اللي هو الاحمر بيديني لون. بصل مقطعه جوليان هنزل عليه بربع كوب من الخل. انا عملت كيلو من البصل، انت تقدري تقللي الكمية تزوديها، بس الكيلو البصل عليه ربع كوب من الخل الابيض. قلبت البصل بالطريقة دي مع الخل بدون اي اضافات تانية. بعد كده معايا حلة على النار هنضيف فيها نص لتر من الزيت، متستغربوش الكمية هنستخدمها في باقي الوصفة، مش هنهدر حاجة. هنضيف البصل على الزيت بعد ما نقلب فيها على طول باستمرار، عشان البصل بيتحرق بسرعة وما يجنبش معانا ويبقى واخد كل لون واحد. النار بتكون متوسطة مايلة للهادية يعني. بعد كده هنطلعه قبل ما يغمق خالص، يعني هنطلعه اصفر كده، ما نطلعوش هو غامق، هنطلعه على مصفى مش على مناديل خالص، ونحطه تحت مروحة او قدام مروحة يعني، هيفضل مقرمش معانا لاخر حتة فيه. بعد كده هنصفي الزيت اللي مكان البصل ونستخدمه بقى في باقي الوصفة. نعمل كل حاجة بالترتيب زي ما انا عاملة كده عشان ما يزهقناش ويطلع معانا في وقت قصير. بعد كده معانا حلة على النار صغيرة كده، هنضيف فيها معلقتين كبار من زيت البصل، معلقة كبيرة من الثوم، عليها معلقتين كبار من الصلصة سواء المعلبة ولا البيتي، يفضل تكون البيتي، ونديها تقليبة مع الثوم كده. وننزل بلتر من عصير الطماطم، هننكهها بورق لورا، معلقة صغيرة من الكمون والفلفل، الشطة والكزبرة، توم باودر، بصل باودر، ورشة صغيرة من جوز الطيب، والملح طبعا، ونسيبها على جنب تتسبك. في حلة تانية بقى اللي هنعمل فيها الكشري، هنضيف معلقتين كبار كده او 3 معالق كبار كده من الزيت بتاع البصل. هنضيف كوب من الشعرية، نحمره على نار هادية عشان ياخد كله سوا واحد ولون واحد، ميطلعش معانا غامق، وما نغمقش الشعرية خالص عشان ما تغمقش معانا الرز. بعد كده معايا كوبايتين من الرز المصري، غسلهم كويس مش نقعهم، مغسولين بس، ننزل بيهم على الشعرية، وكل ما ننزل بمكون نقلب الرز مع الشعرية كده لحد ما الرز يتغلف كله بالمادة الدهنية عشان يطلع معانا مفرفر كده. بعد ما الرز اتغلف كويس بالمادة الدهنية وتجانس مع الشعرية كده، هنضيف كوباية من العدس اللي احنا نقعناها من الاول، هنغسلها كويس ونضيفها بعد الرز لحد برضو ما العدس يتغلف كله بالمادة الدهنية. ننزل عليه بكوباية من المكرونة المقصوصة الصغيرة، برضو ندي المكرونة تقليبة كده وتحميصة كده تتشمع عشان ما تعجنش معانا. هننزل بمعلقة كبيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، ندي برضو تقليبة. هننزل بالمية المغلية. الكشري بيكون المية بتاعته شوية، ما بتكونش كتير يعني، دوبك بتكون مغطياه علشان خاطر ما يعجنش مننا، يبقى مفلفل كده والحبة بحبيتها. بعد كده هننزل بالمكرونة، كوباية من المكرونة السباكيتي، يبقى انا عندي كل حاجة كوباية، هو الرز بس اللي كوبايتين. ونسوي كده المكرونة ونفردها كده عشان ما تبقاش كتلة واحدة وتعجن معانا، ونغطي الحلة، ما نغطيهاش بالكامل، نخلي الغطا كده موارب يعني لحد ما يتشرب المية كلها او الرز يعني يدخل بيته كده. نغطي بقى الحلة كويس ونهدي النار. طبعا النار عندي كانت عالية، ويستحسن نحط كمان شياطة تحت من الحلة، بس لو ما عندكيش هدي النار شمعة. نسيبه بقى على جنب ياخد ويدي كده مع نفسه، هيطلع معانا مفلفل وجميل. الصلصة بقى نرجع لها تاني، كانت خلاص اتسبكت المادة الدهنية كده وطلعت طفت على الوش كده، عرفنا ان هي خلاص استوت. هنضيف لها معلقة صغيرة من السكر او نص معلقة يعني، ونسيبها بس تبقبق بالسكر حبة بسيطة، ونطفي كده. خلاص خلصنا الصلصة. نعمل بقى الدقة بتاعة الكشري، اللي هي عبارة عن كوباية من المية، سيبها تغلي على النار. هنضيف لها معلقة كبيرة من الثوم المهروس، نقلبهم مع بعض، وربع كوب من الخل، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة اللي احنا سبكناها. ونظبط الملح بتاعها بقى، وخلاص كده الدقة خلصت معانا. هنعمل بقى الشط، معلقة كبيرة كده من الزيت تحمير البصل، هننزل فيه بمعلقة كبيرة من الشطة، وننجز بسرعة عشان الشطة بتتحرق معانا بسرعة، نخلي ايدنا خفيفة. وننزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة سواء المعلبة او البيتي، تقليبة كله مع بعضه. ونجيب ربع كوب من الدقة اللي احنا عملناها، نطفي بيه الشطة دي،
وكده خلاص الشطة كمان خلصت كده. يبقى كل حاجة جاهزت في وقت قصير كلها مع بعضها لما احنا بنبقى مرتبين الدنيا كده بدون كركبة ولا مواعين كتير. شايفين الرز مفلفل معانا ازاي؟ كشري جميل جدا، كل حاجة كده معروفة هي ايه، مش معجنة ولا حاجة ببعضها كده. هنرص بقى بأي شكل احنا نحبه، ده حسب الطلب وحسب شايفين البصل معانا بيقرمش وهش بيتقطم بسرعة وحلو كده مش طري، وهو ده المطلوب. اتمنى الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.